السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كان بخير وبصحة وسلامة. كما تعرفوا البنات رانا في شهر رمضان الكريم، ومانيش حنسقسيكم كيفاش راكم مع رمضان، حنسقسيكم كيفاش علاقتكم مع الله عز وجل، كاش قراءة قرآن، كاش تسبيح، كاش ذكر للمولى عز وجل، لانه هذا واش راح كما نقولوا يفيدنا في هذا الشهر الكريم. هنا يا البنات حبيت نشارك معاكم وصفة خفيفة صحية بنينة بزاف بزاف. هنايا البنات كما راكم تشوفوا عندي كمية نتاع سميد القمح الكامل مخلط مع النخالة، عندي هنايا شوية نتاع الملح، وعندي مغرفة ونص نتاع خميرة الفورية. كما تعرفوا هنا البنات عندي كمية نتاع الماء يكون دافي، نعجن العجين ديالي حتى نتحصل على عجينة طرية. كما راكم تشوفوا هنا البنات بعد ما طميت العجين تاعي، هنا كما راكم تشوفوا العجينة راهي شوية طرية. فوالا نبدا ندلك بالعجين تاعي كما راكم تشوفوا، واشاك فوا نبدا كما نقولوا نرشها بشويه تاع الماء حتى العجين تاعي كما نقولوا يتدلك لي وكما نقولوا تسرخف لي شويه. هنا البنات العجين تاع كما نقولوا تاع القمح الكامل ما تخافوهش كامل، لانه كيما هو كيما السميد كيف كاين بزاف يعني نساء يخافوا من القمح الكامل، يقول لكم ما يتعجنوش وما فيهش العلكويتو. هنا يا البنات انا نقول لكم اعجنوا وعينيكم مغمضين، عادي تعجنوه كيما هو كيما السميد ويجيكم حلو وبنين وخفيف البنات. كما نقولوا القمح يعني راكم تعرفوا شحال راهو صحي للجسم تاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا هنا البنات انا رشيتها الرشه الاولى، جيت لهنايا الرشه الدوزيام كما راكم تشوفوا يعني درت ما لاباس بها، بقيت ندخل فيها هذاك الماء غير بالعقل ونعاود نعجن العجينه ديالي حتى نتحصل على عجينه يعني طريه ومرخوفه شويه. يعني دوك نوريكم يعني النتيجه نتاع العجين ديالي. فوالا شوفوا هنا البنات العجينه تاعي كيفاش ادلكتها، وشوفوا كيفاش ولات القوام ديالها. هنايا البنات نعاود نسقم العجين ديالي ونخليها في الباسينه تاع حاويتو ونجو ديريكتومون نشكلوها على شكل قريصات صغيرين. فوالا ديريكتومون هنايا البنات نجو نقرصوها يعني ما تخليها تريح ما والو. هنايا البنات كما راكم تشوفوا عندي شويه سميد نتاع القمح الكامل يعني منو ليه، نجي ندير شويه تاع السميد كما راكم تشوفوا ونقرص العجين ديالي، نشمخ عفوا يديا بشويه تاع الماء ونقرص العجين ديالي على شكل قريصات يعني عفوا الكميه اللي راكم حابينها نتوما، يعني حبيتو خبزه كبيره ولا صغيره. انا هنايا درتهم صغيرين يعني ماشي صغيره كامل ولكن متوسطه. فوالا شوفوا هنايا تمتم يعني تقدروا تشكلوهم قريصات بكل سهولة وما تلصق لكمش كامل في اليد. فوالا والنتيجة البنات ما نقول لكمش شحال يجيكم بنين وخفيف، جربوه واكيد راح ينال رضاكم. هنا يا البنات شوفوا لي كيفاش راني نشكل فيها بكل سهولة وما لصقتش كامل في يدي. فوالا هنا يا البنات انا نكمل العجين ديالي ونجي نقرصوها مع بعضنا. شوفوا لي هنا يا البنات انايا رشيت بشويه تاع سميد من الفوق وبقيت نقرص في الخبز نتاعي عادي كما راكم تشوفوا. فوالا هنا يا البنات بعد ما نقرصهم نعاود نغطيها ونخليها تختمر، كي تختمر كامل نبداو نطيبو فيها. فوالا هنا يا البنات كما راكم تشوفوا الخبيزات ديالي كامل قرصتهم وغطيتهم وخليتهم يعني يختمروا ويطاف شويه الحجم ديالها، يعني دوك نوريكم كيفاش نديرها. فوالا هنا البنات نجيو الوصفه الثانيه اللي هي طاجين الزيتون. صدقوني البنات وراني في رمضان بنة تاعو ولا اروع، ماهوش فيه المروريه، ما يجيكمش مالح ويجيكم لاصوص نتاعو خاطر وعويقد بنة ولا اروع. جربوا حبيباتي وعلى ضمانتي. كما راكم تشوفوا هنا البنات عندي كميه نتاع الزيتون. هنايا الزيتون البنات انا حطيت فيه زوج مغارف نتاع فرينه، حليتها بشويه تاع الماء ورميت فيه هذاك الزيتون وخليته نص نهار
كما نقولوا انا درتو جويهة ال11، جويهة الربعة دخلت باش نطيب. كما راكم تشوفوا هذيك الفارينة تمتص الملوحة هذيك اللي في الزيتون، والمرارة هذيك اللي في الزيتون كامل تشربها هذيك الفارينة، ويبقى الزيتون تاعكم محافظ على اللون تاعو هذاك الاخضر اللي راكم تشوفوا فيه. يعني بلا ما تروحوا تغليو الزيتون تاعكم بهذه الطريقة، صدقوني حيجيكم الزيتون تاعكم ولا اروع. هنا البنات كما راكم تشوفوا في الكسرونه ديالي درت شويه تاع الزيت مغرفه تاع السمن، وحطيت هذوك زوج جناحتين تاع الدجاج غير قسمه برك نبنن الماكله تاعي هذا ما كان. ودرت فيها كما نقولوا حبه تاع بصل تكون ريحتها. درت فيها هنايا زوج رند، وحده زعتره، ملح وفلفل اسود، ونص صغير نتاع قرفه. هنايا كما راكم تشوفوا حمستهم كامل مليح، ومن بعد درت شويه تاع جامبو. هنا بالنسبه للبنات عفوا للزروديه درت هنايا زوج حبات زروديه مقطعين دوائر، وحبه زروديه راكم تشوفوا خليتها هكذاك. يعني دوك نقول لكم وعلاش السبب تاعها واش من الفايده تاع الحبه تاع زروديه هذيك. فوالا كما راكم تشوفوا انا خليت حبه زروديه كومبلي، من بعد قلت لكم نوريكم الفايده تاعها وعلاش. هنا البنات بعد ما حمستها مليح مليح مرقت وخليتها الطيب. بالنسبه للفيونداشي البنات هنا كما راكم تشوفوا عندي شويه فيونداشي، يعني نص صدر هذا ما كان. عندي شويه فلفل اسود، شويه نتاع المعدنوس، شويه نتاع الكركم، وعجنتهم بيان سور شويه نتاع الملح البنات ما تكتروش. فوالا هنايا عجنتهم، وشوفوا كيفاش شكلتهم كريات. يعني الكركم هذاك راح يعطيكم بنه ولون للدجاج تاعكم. وفوالا هنايا البنات بعد ما الزيتون تاعي طاب، هذيك حبه تاع زروديه حكمتها رحيتها وعاودت رميتها في هذاك لاصوص. الحكمه من هذيك حبه تاع زروديه البنات يجيكم لاصوص تاعو يجيكم خاطر، وتجي لاصوص تاعكم لا كولور تاعها بزاف شابه، واون ديري درتو فيها الزعفران ولا درتو فيها الكركم، وحنا ما درنا فيها والو. كما نقولوا غير حبه تاع الزروديه هذا ما كان، يعني تعطيكم لا كولور وتعطيكم لاصوص تاعكم يجيكم خاطر وعويقد ما شاء الله. هذا كامل بفضل حبه تاع الزروديه هذيك اللي رحيناها وعاودنا رميناها في لاصوص. شوفوا لي هنايا البنات بعد ما رحيت هذيك الزروديه قلت لكم رميت هذوك لي بول تاع الفيونداشي وخليته يعني حتى يطيب ويختار لي هذاك لاصوص. فوالا هنايا البنات بعد ما خمرت لي الخبزه تاعي جيت رميتها. شوفوا لي يعني طلعت لي غير شويه. جيت كنت كما نقولوا مسبقا سخنت الكوشه تاعي مليح، ومن بعد درتها طيب. هنايا بعد ما طابت لي من تحت نشعل عليها من الفوق غير قسمه كما نقولوا تحمر لي ونطفيها عليها. شوفوا لي البنات النتيجه نتاع طاجين الزيتون جاي شهي ما شاء الله البنات، ما هو مالح وما هو مر. وشوفوا لاصوص كيفاش يجيكم خاطر. فوالا البنات شوفوا لي الكسره تاعي ها هي خرجت حميمره كما نقولوا طيبه ما شاء الله. غير خرجتها البنات من الكوشه غطيتها بطرشون كما راكم تشوفوا باش تعاود ترجع كما نقولوا طريه. هنايا البنات راهي طابت لي وجيت نقسم معاكم باش تشوفوا القوام والنتيجه نتاعها بزاف هايله. تجيكم فخفخه وفارغه من داخل وماشي معجنه، وزيد اون بليس تجيكم حلوه ما شاء الله. فوالا شوفوا لي يعني ما كاش كما نقولوا كما الاكل الصحي. فوالا شوفوا كيفاش جات يعني حميمه من تحت ومن الفوق. فوالا البنات انا شاركت معكم الطاوله تاعي تاع نهار اليوم المتواضعه. كما نقولوا درت شويه شريبه، درت هنايا طاجين الزيتون كما شاركت معكم، شويه لاصال دو فوي، درت هنايا شويه كما نقولوا تاع بوراك، وهذا ما كان كما نقولوا كما نقولوا الصحه يعني كامل في الاجتماع العائله، ماشي كما نقولوا في الطابله لازم تكون معمره من كل حاجه. يعني هذه هي داري وهذا هو طابلتي المتواضعه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم ونالت رضاكم. فوالا شوفوا لي هنايا خرجت يعني ما شاء الله هني على البساطة، ولكن خرجت يعني شابة. فوالا هنا البنات انا بعد ما تعشينا وغسلنا الماعن روح ديريكت نفتح كتابي اللي هو رفيقي الدائم، واللي هو كما نقولوا
القرآن الكريم. هذا واش راح ينفعنا كما نقولوا يعني حاجة بزاف بزاف روعة. حبيت نشارك معاكم كما نقولوا الطريقة اللي حبت تختم القرآن شحال من خطرة. يعني نحن ينصلوا 5 صلوات، كل ما نصلي صلاة نقرأ 5 ورقات من تاع من القرآن. بهذه الطريقة البنات راكم رايحين تختموا القرآن شحال من خطرة. صدقوني نهار اللي نقرأ بالقرآن يعني نحس براحة واطمئنان نفسية وش نقول، يعني شعور لا يوصف. انا من هذا المنبر ننصحكم البنات انكم تبتعدوا من هذوك الافلام المسلسلات والملهيات هذوك اللي راهم يديروا فيهم في التلفزيون. يعني انا نشوف الايامات العاديه كامل ما يديروش، تلحق رمضان يبداو يديروا في الافلام والمسلسلات، يعني الله المستعان. انا كيفاش نقول لكم، اغتنموا هذا الشهر الكريم، يعني قد ما تقدروا اقراوا سبحوا اقراوا صلوا ادعي اللي عندها حاجه في نفسها تحبي تدعيها ادعيها كما نقولوا، واختمي هذا الشهر الكريم. هذه هي البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا كما نقولوا ولو بالقليل. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وكما نقولوا تهلاو في صحتكم، وما تراطيوش شهر رمضان هدايا، واختموه بكل كما نقولوا بكل وش عندكم. ان شاء الله يا ربي يكون عجبتكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.